وصفتنا النهاردة وصفة خفيفة ولذيذة ومختلفة، كوسة بالبشاميل. وهنعمل مع بعض وش الكوسة ازاي يبقى مقرمش وخفيف، حاجة كده تحفة. وصفة هتحبيها وتخلي سفرتك شكلها شيك وطعمها خطير، مش عايزة اقولك الطعم ايه. انا هبة ودي قناتي. لو اول مرة تشوفيني ادخل قائمة المحتوى، قوليلي رأيك في التعليقات، وهنبدأ وصفتنا على طول. ويلا نبدأ وصفتنا على طول. معانا كيلو كوسة، انا قشرته وبعد كده غسلته كويس قوي وقطعته حلقات. الحلقة سميكة زي ما انتوا كده شايفين، الحلقة سميكة مش رفيعة. بعد كده حطيت عليهم ملح وفلفل، وهحط معلقة زيت وهقلبهم، وهحط الكلام ده كله تحت الشواية ياخد لون بس الوش بتاعه. بيديله طعم حلو قوي لما تستوي الكوسة بالبشاميل. بعد كده احنا دلوقتي لغاية ما تتشوي الكوسة هنعمل الحشو. الحشو عبارة عن بصلاية كبيرة مفرومة، وحطيتها على معلقة زيت خدت تشويحة، وبعدين ضفت معلقة سمنة خدت برضو تشويحة، وهضيف هنا التوابل ملح وفلفل، نص معلقة نعناع، وورقتين لورا، مش اكتر من كده عشان طعم الفراخ ما يتغيرش. اللي عايزة تضيف توابل تاني تمام براحتها، والحياء طبعا حسب الرغبة. بس ما تكتروش ملح عشان البشاميل اللي فيه ملح، والكوسة حطينا فيها ملح، فما تكتروش ملح. خلوا بالكم من الحكاية دي، ان البشاميل اللي فيه ملح والكوسة فيها ملح. بعد كده هنا هنيجي نعمل ابسط بشاميل ممكن تشوفيه في حياتك، ابسط واسهل بشاميل ممكن يتعمل. معانا في الخلاط نص لتر حليب، كوباية زبادي، نص كوباية قشطة، دي من وش اللبن بس انت ممكن تضيفي القشطة الجاهزة او ممكن تستغني عنها خالص، دي بتدي غناوة بس. وبترفع القيمة لل للبشاميل عشان ما فيهوش دهون، يعني مش بنحمره في سمنة ولا حاجة. بعد كده بنضيف عليه 3 معالق كبار مليانين كده نشا، ومعلقة كبيرة توابل جبنة من عند العطار، ومكعب او مكعبين جبنة نستو، وبعدين بنشيله. هنا كانت الحشوة استوت، هنرفعها من على النار ونبدأ نعمل البشاميل اللي نسويها. بعد ما ضربناه في الخلاط رفعناه في حلة على النار لغاية ما القوام يبدأ يبقى سميك. اول ما يبدأ يسمك القوام بنحط عليه توابل ملح وفلفل ابيض، ده فلفل ابيض مش فلفل اسمر عشان ما يتغيرش لون البشاميل. الفلفل الابيض لما بيتحط ما بيغيرش لون البشاميل. خلي بالك ان البشاميل كده فيها ملح، الخلطة فيها ملح اللي هي الحشو، والكوسة حطينا لها ملح، فخلي بالك ان الملح تظبطيه بحيث انه ما يعلاش ما يبقاش عالي. هنا كانت الكوسة اتشوت تحت الشواية، طلعناها. وهنا دي البشاميل كمان استوت تقلت بالقوام ده. بعد كده هنجيب صينية نعملها بالزيت، وبعد كده فوق الزيت معلقة دقيق مع نشا عشان ما تلزقش في قاع الصينية البشاميل، وتبقى سهل ان احنا نرفعها. بعد كده بحط طبقة بشاميل، بعد كده فوقيها طبقة الكوسة اللي شويناها، وبعد كده طبقة بشاميل تاني، وفوقيها الحشو. ممكن نعمل طبقة تاني، يعني نكرر الطبقات دي تاني وتبقى السمك بتاع القطعة عالي، بس احنا بنحبه مش عالي، يعني طبقة واحدة بتكفينا. هنا حطيت الحشو. الحشو طبعا نص كيلو، ده كان فراخ بانيه مفرومة فرم ناعم. خلاص. بعد كده حطيت بقية البشاميل فوق الصينية، وبوزعها كويس قوي، ولتر الحليب كفى المقدار ده بالمظبوط. خلاص. بعد كده هنيجي للوصفة السرية، الطبقة المقرمشة اللي من فوق. معاكي جبنة موتزاريلا، ميكس تشيز، جبنة رومي مع جبنة نستو، جبنة شيدر، وهنعملها في الكبة مع معلقة دقيق ومعلقة نشا، ونفرمهم كويس قوي لغاية ما يبقى معانا عجينة سهلة الفرد. يبقى جبنة رومي ونستو، يعني لازم تبقى فيه جبنة طرية، ومع معلقة دقيق ومعلقة نشا. الوصفة دي خاصة بيا انا، مش هتلاقيها في اي حتة.
بعد كده بنفردها على الصينية، وبنحط الصينية في فرن محمى مسبقا على درجة حرارة عالية. حوالي هتاخد ساعة، من ساعة لساعة ونص حسب الفرن بتاعك. وبعد كده بنديها وش تحت الشواية، وبيطلع معاكي بالجمال ده. مش عايزة اقول لكم يا جماعة الريحة ايه والطعم ايه، لذيذ لذيذ لذيذة فعلا. والطبقة المقرمشة دي طبقة تتاكل لوحدها، تحفة. حطيت على الوش نعناع، ممكن تحطي بقدونس او تسيبيها كده. مش عايزة اقول لكم يا جماعة فعلا طعمها قد ايه حلو. جربوا الوصفة، قولوا لي رأيكم. هي صحية، ما فيهاش كالوري كتير. جربوها واكتبوا لي في التعليقات. فضلا وليس امرا، لايك وشير وسبسكرايب. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.